ومع الوقت إعجابهم ببعض اتحول لحب كبير، وتايلر كان بيعتبر أليسون كل حاجة في حياته. وفي يوم تايلر وأليسون كانوا في حفلة عند واحد صاحبهم في المدرسة، وتايلر شاف واحد اسمه جيس بيهزر مع أليسون، فتايلر اتضايق وراح عشان يوقف الموضوع ده. وأليسون عرفتهم على بعض، وبعدها خدت تايلر وبعدت بيه عن جيس. فتايلر سألها عن جيس وعلاقته بيه، فقالت له إنه صديق قديم وكان جارهم في سان فرانسيسكو، وإنه جاي زيارة لصاحبهم وهيرجع تاني لسان فرانسيسكو. بس أليسون حست إن تايلر متضايق، فغيرت الموضوع وطلبت منه يجيب لها حاجة تشربها. فتايلر راح عند البوفيه عشان يجيب لها الحاجة، بس جيس راح له وفضل يتكلم معاه عن علاقتهم بأليسون، وقال له إنهم كانوا بيقضوا أوقات حلوة مع بعض. وكان واضح إن جيس غيران من تايلر، وفضل يرمي كلام يستفزه عشان يغير على أليسون. فتايلر اتضايق قوي من كلامه، بس مسك أعصابه وسابه ومشي. ولما رجع لأليسون قال لها على كل اللي قاله جيس، وكان نفسه إن أليسون تقول له إن كلامه كذب ومش حقيقي. بس أليسون صرحته إنها فعلا كانت على علاقة بجيس زمان، بس العلاقة دي خلصت من بدري، وإنها بتحبه هو ومفيش حد في حياتها غيره دلوقتي. بس تايلر ما صدقهاش، وكان متعصب جدا لدرجة إنه صوته عالي وسط الحفلة، وسألها لو في حاجات تانية جيس عايز يحكيها له عن علاقتهم. فأليسون اتضايقت من تصرفه وخدته على حمام السباحة، وقالت له إنه بيتصرف بطريقة وحشة وإنه لازم يمشي من الحفلة ويروح بيته يهدى. لكن تايلر اتهمها إنها عايزاه يمشي عشان تقضي وقت مع جيس، وهنا اتخانقت معاه وقالت له إن علاقتهم كده خلصت، وسابته ومشيت. وبنشوف تايلر خرج من الحفلة وهو متعصب، وشافته بنت اسمها هولي وهي في عربيتها قدام البيت، وهولي سألته إيه اللي مضايقه، فعرفها إنه اتخانق مع صاحبته. فهولي قالت له يركب معاها عشان تنسيه أي حاجة مضايقاه. وفعلا تايلر ما ترددش لحظة وركب معاها وراحوا ديسكو وفضلوا يرقصوا سوا وكانوا مبسوطين جدا. وتاني يوم الصبح تايلر صحي لقى نفسه على سرير في بيت هولي ومسك تليفونه عشان يشوف لو أليسون كلمته. وبعد شوية تايلر اكتشف إن بيت هولي كبير جدا وفخم، ونزل الجنينة وهو منبهر بالمنظر. فضل يدور على هولي لحد ما لقاها قاعدة على الأرض في الصالة وحواليها صور كتير هي مصوراها.